بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب، أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده عبارة عن هعرفكوا على لعبتين انا بلعبهم في التليفون. ممكن تكونوا انتوا عارفينهم، بس ممكن تكونوا ناس تانية لأ. هو على العموم دوت مش اعلان، انا بس بعرفكوا علشان انا قناتي بتعرض محتوى عن الألعاب وكده، خصوصا انه انا بقالي فترة بعرض محتوى توكا بس، فقلت بقى اغير. اساسا دوت المفروض يحصل، ان انا مش اعمل كل شوية توكا. ممكن تزهقوا يعني. على العموم هما دول اللعبتين، هما الاتنين شبه بعض، اسمها 2 player games، يعني تقدروا تلعبوا مع 2. ودي اسمها 1 2 3 4 player games أو games. دول فيهم مجموعة تحديات تقدروا تلعبوها مع نفسكوا أو مع كذا شخص. زي ما انتوا شايفين هنا في 3 أو 4 أو 2، وهنا بس في 2. ممكن تلعبوها مع نفسكوا. أنا بصراحة يعني ساعات بلعبها مع نفسي وساعات بلعبها مع صاحبتي. يعني انتوا حابين، ممكن مثلا تكونوا قاعدين كلكم 4 فتقدروا تلعبوها مع أصحابكم ال4، فتكون حلوة جدا، بس مفيش أكتر من 4. وفي منها واحدة تانية بس فيها ألعاب أقل، بتكون هي بس ألعاب أقل، يعني هعرفكوا دلوقتي. وكمان الاتنين فيهم فرق يعني شوية، فدلوقتي هعرفكوا على الفرق. فقبل ما نبدأ اللعبة وقبل ما ندخل، متنسوش تعملوا لايك وشير، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله. ويلا نبدأ. ادينا دخلنا 2 player games، وهم دول الألعاب. زي ما انتوا شايفين هنا بيقولك مع 1 player أو 2 player. أنا هختار 1 player. صحيح، معلش. لما تختاروا 1 player هيجيب لكم ألعاب تقدروا تلعبوها مع نفسكم، يعني مثلا دي وديت كوتشينة. أنا مش بعرف ألعب كوتشينة. وديت اللي انا مش عارفاها اصلا، حاولت العبها بس معرفتش. وفي الالعاب التانية يعني. واللعبة دي ميزتها ان هي من غير نت خالص، وكمان يعني مش محتاجة تحديث. يعني مثلا كل فترة وفترة بينزل لكم لعبتين جديد، يعني مثلا دول لعبتين جديد، وقبل ما هم ينزلوا كانوا اللعبتين برضو دول موجودين. فدي ميزة ان هي مش محتاجة تحديث. بصوا، انا مش بفهم في المساحات قوي،
بس على ما اعتقد ان اللعبة دي مبتاخدش مساحة كتير. لو انتوا بتعرفوا في المساحات وكده شوفوا، لو مساحتها كتيرة وانتوا ما عندكمش مكان كتير قوي فللأسف مش هتقدروا تنزلوها. لكن لو هي اصلا مش بتاخد مساحة كتير زي ما انا مفكرة نزلوها ومش هتندموا ابدا. يعني اللعبة دي على ضمانتي، انا محملها بقالي كتير قوي وحلوة قوي. انا ما كنتش اعرفها خالص خالص، الا بقى لما شفت اعلان او مش فاكرة شفتها ازاي، ان كان الموضوع ده كان من بدري، فقلت اجرب يمكن تطلع حلوة. بس ما جربتش دي، جربت واحدة تانية اللي انا بقول لكم عليها اللي هي فيها العاب اقل، فكانت حلوة وجميلة وكده يعني. فانصحكم لو انتوا لسه منزلتوهاش وما تعرفوهاش زي ما انا ما كنتش اعرفها، ياريت تعرفوها لان دي هتسليكم جدا. فيها بقى كذا تحدي زي ما انتوا شايفين، فيها كذا حاجة. بصوا العاب كتيرة، فيها لعبة بولينج انا بحبها جدا، بعد كل شوية العبها. في لعبة حرامي امسك حرامي وفي لعبة برضو حرامي كده بتاخد الماسة قبل ما الشخص اللي قدامك ياخدها. وفي لعبة صيد السمك مين يصطاد سمك اكتر. وفي لعبة التلوين كده تنشروا اللون بتاعكم اكتر من المنافس بتاعكم. فدي تقريبا اسمها دومنة صح، او حاجة شبه الضمانة، مش عارفة اسمها، بس هي شبه الشطرنج. سوري دوست عليها بالغلط. فتعالوا يلا نختار لعبة ونلعبها. بس في اللعبة ديت اللي هي تدخلوا الكرة في الحفرة، اللي هي دي كرة كده رايحة ناحية الحفرة، خلينا نلعبها. تقدروا تلعبوها مع لاعب تاني او تلعبوها مع الذكاء الاصطناعي. انا بس عشان مفيش حد فهلعبها مع نفسي. وتقدروا كمان تحددوا المستوى اللي انتوا عايزينها نورمال او ايزي او هارد. انا بختارها نورمال، يعني مش صعبة اوي ومش سهلة اوي. فيلا نبدأ. انا اوكي، بصوا بتدوسوا كده، ما بتعملوش كده لا، بتدوسوا كده بتلفوها كده بتسيبوا. شوفوا لازم تدخل جوا الحفرة دي، صعبة شوية شفتوا بعرفش العبها اوي في الحتة دي. لاحظ ان هو بيغش اصلا. شايفين هي سهلة وجميلة وبسيطة وجميلة كده. صعبة لحد دلوقتي هو اللي كسب. بصوا انا بجيب لكم اعلان عن اللعبة التانية اللي انا قلت لكم عليها. فيها لعبة السناك، ونلعب ايه، فيها لعبة شطرنج، وفيها لعبة باسكت بول، فيها كرة سلة، وفي ديت تقريبا دبابة وانتوا بتضربوا على المنافس بتاعكم. كل ما تضربوا اكتر بتكسبوا اكتر. ودي لعبة شد الفلوس هوريها لكم. يلا بصوا، او ما تظهر فلوس لازم تشدوها جامد، ولو هو شدها انتوا تشدوها برضه. شفتوا زي ما قلت لكم. طبعا لما انتوا بتشدوا او هو بيشد ممكن تتقطع عادي. ده كده كتير. انا الكسبانة عموما.
تقدروا تخرجوا من اللعبة لو انتوا مش عايزين خلاص، او لو انتوا مثلا كنتوش عايزين تلعبوها. في لعبة، دي لعبة كورة، هو في كذا لعبة كورة، هما كلهم شبه بعض، ان في اتنين شبه بعض، ديت لأ، ديت انتوا بتصدوا الكورة، او يا اما بتجيبوا جون في الشبكة يعني كده. هوريكم، مع اني مش بحب الكورة اوي، مش بعرف العبها اوي يعني. نروح فين؟ شفتوا جبت جون كده، دوسوا كده، أو تسحبوا مش تدوسوا، لأ أنا كنت غلطانة كده. ياي. هو فين؟ نروح فين؟ طلع برا. كده. ياي كسبت، مع إن يعني عاملاها على النورمال، المفروض يعني أكسب بس مش أوي. يلا، فيها كمان لعبة سومو، لعبة جميلة جدا. فيها لعبة حاجة ورقة مقص، نيجي من برضو. وفيها لعبة بلياردو، ولعبة تطابق، ولعبة ضرب الإيدين ديت. فيها لعبة سباق تانية، فيها لعبة كونكتر فور. بصراحة أنا كنت بلعبها، بس علشان كنت بخسر كتير فبقالي فترة مش بلعبها، لكن أنا هلعبها عشان خاطركم، بس مش دلوقتي. أنا بالأول لعبة حاجة ورق مقص. نعمل ورقة. ياي كسبت. طوبة، مدوستش أصلا. يلا طوبة، تعهدوا لي. ايه مقص. 2-1. 3-1. كسب. شوف بقى النتيجة، 2-2. بصوا النتيجة 2-2. نلعب بقى دي، بس ديت فيها بقى تكنيك، هو عليه الدور ان هو يضرب، المفروض ما تدوسوش الا لما تحسوا ان هو هيضرب. انا بقى مخدتش بالي اوي، بس هو كده اخد نقطة. لازم تسحبوا ايديكوا، ما تسحبوش ايديكوا الا لما هو يكون هيضرب. نضرب. شفتوا. يلا. 1-0. يا عم بقى. بلعبهاش كتير مع انها حلوة. العبها مع صاحبتي. واضح كده ان مفيش حد هيكسب. عايز دوست. يلا مش مشكلة. او ماي جاد كنت عارف. تعالى خلاص، اللعبة دي مملة. نلعب بقى ايه؟ نلعب اكس او برضو على النورمال. انا بحب العب على النورمال على طول، حتى في النص. تمام. ايه ده؟ ما خدتش باله. طب كويس. طبعا انتوا شايفين دلوقتي ان محدش هيكسب، طبعا مش معنى ان مفيش حد هيكسب ان اللعبة هتخرج بقى، لأ، لما محدش بيكسب بتتعاد تاني لوحدها. ممكن انتوا تطلعوا بره. يا لهوي. برضه محدش كسب، مش هخرج منها الا لما انا اكسب. دي كده. استخدموا دوت التكنيك اللي انا عملته من شوية ده. اوكي، نلعب كونكت فور، مع اني بقالي فترة بخسر فيها.
عايزة اعملها على المية. طبعا ايه فكرة لعبة كونكت فور؟ فكرة كونكت فور ان هي لازم تعملوا خط بالطول او بالعرض او بالمايل، بس يكون خط 4، يعني مثلا 4 دواير حمراء او زرقاء. فانا هحاول اجيبها يا اما بالمايل يا اما بالطول. انا شفتوا قفل عليا. المشكلة ان هو بيعملها على غفلة. شفتوا عايز يعملها بالمايل. طب اعمل ايه بقى؟ مش عارفة. انا بحاول افكر في نفس الوقت يعني اكسب. صعبة. اقفلها. يلا. الحمد لله قفلتها من هنا. نعمل ايه؟ لو شايفين حاجة قولولي. شفتوا جابها بالمريل. هو بجيبها على غفلة، علشان كده انا مش بحب العبها قصدي. فيها لعبة شد الحبل. يلا يلا نلعب شد الحبل. يلا. طبعا صحيح نسيت اقولكم. طبعا لو انتوا مش عارفين، لا لو عايزين تجربوا لعبة انتوا مش عارفين ايه هي، بس يعني عايزين تاخدوا فكرة عنها علشان لما تلعبوها تكسبوا. في هنا كلمة have to player بتاعت التشغيل. ده بيعلمكوا ازاي بيكون في فيديو يعلمكوا ازاي تلعبوها. انا بعرفكم يعني اكيد مفيش اسهل من لعبة شد الحبل، فانا بعرفكم. مش موجود في اللعبة التانية. دلوقتي هوريها لكم. هي مفيهاش اختلافات كتيرة، ولكن برضه هوريها لكم يمكن تحبوها اكتر من دي، مع اني زي ما قلت كل شوية ان مفيش اختلاف. رجعت نلعبها على الهارد عشان دي سهلة اصلا. لازم تدوسوا 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 لحد ما الأصفر يجي عند خطكم اهو. واحد صفر. دوسوا 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 دوس دوس دوس. احيانا صباعي بيوجعني اوي من كتر ما انا بدوس. يلا 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 يلا. ياي كسبنا. لسه مرة أخيرة. لا 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 لا. تدوسوا بسبعين. أنا كسبت بسبعين. جميلة جدا. في لعبة سكاكين، وفي لعبة ديت، وفي لعبة بينج بونج. في اللعبة دي. ايه اللعبة دي؟ اللعبة دي عبارة عن ان انتوا بتخبوا الأسلحة بتاعتكوا او الدبابة البتاعات بتاعتكوا. وهو مش عارفة اشرح. بصوا انا هوريكوا انتوا هتفهموا. هلعبها على النورمال. بصوا هنا بتخبوا الأسلحة دي. مش عارفة بصراحة إذا كان ديت أسلحة أصلا ولا لأ. بس أنا بقولكوا يعني. بس انتوا ممكن تدوسوا على الكلمة الزرقاء دي، وهو بيعمل تكنيك لوحده للتحضير. بس أنا ساعات بعمل كده وساعات لأ. يعني مثلا أنا ممكن أعمل كده كده بس. بتدوسوا بقى على سيف تقريبا. وهو كمان، بس انتوا ما تقدروش تشوفوا هو مخبيها فين. فانتوا بقى تحاولوا تقريبا مدفع. دوسوا على المكان اللي انتوا عايزين تنشنوا فيه. لو طلع عنه يبقى هو مخبيها في الحتة دي. هو كمان ما يقدرش يشوف أسلحتكم طالما انتوا مش قادرين تشوفوا أسلحته. تتوقعوا يكون فين؟
أنا هجرب من قدام يمكن مفيش حاجة. بكام قريب أوي من السلاح بتاعي. هنا بالطول ولا بالعرض؟ بالطول. ياي أول سلاح زي ما انتوا شايفين كده 4-1. اللعبة بتاخد منكم وقت شوية علشان يعني بتطولوا، لكن لو انتوا بقى يعني سريعين. اوه 8-0. يا ترى فين؟ تتوقع فين؟ حاسة انه في حاجة هنا. اوه في، يبقى بالطول. الناحية التانية ليه كده؟ اوه بيقرب من السلاح بتاعي، يا رب ما ينشنش. اوه الحمد لله ان انا جبت الصغير دوت، عشان الصغير دوت صعب جدا، احيانا بيكون اخر واحد وما بعرفش الاقيه الا بصعوبة، فكويس ان انا لقيته. اوكي تتوقع الكبير فين؟ انا اتوقع يا اما هنا يا اما هنا في الحتة دي، يا اما هنا يا اما هنا. اوه هنا. هنا. ليه كده ليه عايزة تاني. ايوه يلا ياي. او مبقاش بس غير ده، يبقى ممكن يكون هنا او هنا. نجرب من النص. مفيش حاجة، يبقى بالطول. لا 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 لا. ليه كده ليه؟ يا رب يا رب يا رب. لا انا ما خدتش بالي، بصوا يبقى هنا. ايوه يس كسبت. تادا. فرق شاسع 22-6. هنا بيعمل جايبلي اعلان على لعبة 4 player games. هي عندي اصلا. تعرفين انا فكرت في فرق بين الالعاب، يعني نعت بقى هيكون في فرق بين الالعاب، او هيكونوا هما بس مزودين لعب تانية. كانوا مزودين بس 2-3، مش فاكرة قد ايه. دلوقتي احنا هنشوفها. احنا دلوقتي شفنا 2 player games، دلوقتي هنشوف 4 player games. يلا ندخل. تقدروا بقى تحددوا انتوا عايزين تلعبوا مع كام لاعب. ممكن مع نفسكم، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4، ممكن 2 قصاد 2. فانتوا حسب مزاجكم، وبتدوسوا على الخطين دول بتحددوا إذا كنتوا عايزين لعبة عايزين سوري. إذا كنتوا انتوا عايزين اللعبة بصوت أو من غير صوت. بتحددوا المؤشر ده. بس أنا عشان موطية الصوت عشان الميكروفون سريع على الدوشة، علشان أنا موطية صوت التليفون ذات نفسه عشان الميكروفون، فمفيش صوت ظاهر. هتدوسوا على أي حاجة، أنا هدوس على 1. تشوف بقى كام لعبة فيها، يعني فيها كام لعبة متضاف لها. في لعبة لودو فيها نفس الألعاب زي ما قلتلكوا.
اه في لعبة ديت مش موجودة، دي لعبة سباق بتسبق الشخص، يعني في مسار انت بتلف حوالين المسار لحد ما تكسب. في برضه لعبة بلياردو، سوري كده، في هنا. في لعبة سهام ولعبة فواكه، نفس الألعاب بس أقل. وفي لعبة الصواريخ ديت دلوقتي هعرفها لكم. في برضه لعبة شطرنج ولعبة شد فلوس ولعبة الصيد السمك ونفس الألعاب، وحتى نفس اللعبتين ديت ولا لأ؟ لأ ديت جديدة، ديت موجودة في التانية اللي هي تو بلاي جيمز، انما ديت لأ ديت سوري متلخبطة. تعالوا نلعب ايه؟ تعالوا نلعب لعبة محتارة بصراحة. تعالوا نلعب لعبة بلياردو، يا أو لكل لعبة الحرامي أحسن. هنا برضو في نفس المؤشر اللي أنا قلته لكم، ده بتاع نورمال وإيزي وهارد، بس هنا بدل مكتوب نورمال مكتوب ميديوم، نفس المعنى تقريبا، نفس المعنى. أنا هعملها برضو نورمال، قصدي ميديوم. فيش فرق أوي. هنا بقى بتدوسوا على دي، لازم تدوسوا على البتاع بتاعكم، لازم تدوسوا أسرع من الشخص اللي قصادكم. دايما بخسر في اللعبة دي، يا رب متكسفش وبخسر. يلا ياي. يس لازم تجيبوا الخمسة، لازم تجيبوا خمسة، خدت المركز الأول. تعالوا بقى نلعب لعبة بلياردو، بحبها قوي، بلياردو المبتدئين. فأنا هبدأ، لازم برضو ما تعملوش كده، لا تعملوا كده، زي ما يكون الخط العريض الأبيض ده يبقى قصاد الكورة اللي انت عايزين تنشنوا عليها. حاولوا ما تنشنوش جامد عشان ممكن الكورة الفريق المنافس تدخل في حفرة. عايزة اقولكم ان انا امبارح في لعبة البلياردو كنت محظوظة جدا، يا رب يبقى حظي موجود المرة دي كمان. يس الحمد لله الكرة السودا ما دخلتش، يا لهوي لو كانت دخلت كنت هخسر. انا عايزة اجيب دي الكرة الوحيدة دي. ايه يا شيخة ادخلي بقى. هي هتاخد وقت شوية لانه يعني ممكن اطول وما ادخلش حاجة، بس لو طولت طبعا هأثر مدة الفيديو، مش هطوله طبعا. كورة مش عايزة تدخل، لا واحد يلا. دخلي كورة. طبعا لو المنافس بتاعكو دخلكوا كورة او انتوا دخلتوا للمنافس بتاعكو كورة، انتوا مش بتخسروا، لا عادي تلعبوا. يس كانت قريبة فعلشان كده دخلتها. كان نفسي تضرب في دي، كان نفسي تضرب الكورة في دي. يلا الكورة البيضة هنا، ده كويس برضو. ان شاء الله هكسب يعني. 4-2. حظي كويس النهاردة ولا ايه؟ مش عايزة انق عليا. يس نحاول نجيب دي.
حلوة نروح للبعيدة. يس يس. دي صعبة، هضربها خفيفة. أنا قصدي أضربها كده. المشكلة إن الكرة الحمراء بتاعتي عند الكرة الزرقاء، فلو ضربت ممكن تحصل مشكلة. شايفين على تكة هدخلها. ليه يا عم انت ما كنت تدخل السودا؟ ليه لا مش هتنفع. نجرب. قريبة هكسب ان شاء الله. مش عايزة على نفسي علشان ممكن معرفش ادخل الكرة الأخيرة. شفتوا زي ما قلت. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب تدخل يا رب. يا شيخة ادخلي بقى، يا شيخة ادخلي. طب نرجع لكم بعد شوية. يا جماعة مبقاش غير كورة واحدة. بص دخلت 7 واتبقت 8. يا لهوي. طب نجيب الكورة كده عشان ما ندخلوش واحدة. أحسن ولا بلاش أحسن يكسب فجأة كده واحنا يس أنا كسبت. واضح إن حظي حلو زي امبارح. طيب بصوا، واضح إن الفيديو بقى طويل أوي. الفيديو بقاله 21 دقيقة، فهقفل لحد كده. وممكن أعمل لكم فيديوهات عن اللعبة دي، نلعب ونعمل سلسلة عن اللعبة دي، وإن شاء الله تكونوا حبيتوها. اكتبوا تحت في التعليقات لو كنتوا تعرفوها ولا لأ. بمناسبة التعليقات ياريت تتفاعلوا معايا شوية علشان أنا عايزة أعرف ايه اللي عجبكم وايه اللي مش عجبكم كده يعني. عشان بصراحة مش بشوف تعليقات كتير على الفيديوهات بتاعتي ولا لايكات بصراحة. يعني بشوف كام لايك كده 3 4 5 بالكتير. فياريت يعني تعملوا لايك لو حبيت الفيديو، تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وزي ما قلت لكم عايزة تفاعل في التعليقات. وبس باي ملايكي حلوين، باي.